ما ترجعوا بالكوا يا عم، انتوا واخدين حقنا ومكاننا في الشغل والاجارات غليت بسببكوا. يا رجال لك نحن هون جينا بمصارينا وجينا اشتغلنا وعملنا استثمارات ومصانع وشغلناكم فيها حتى عندنا. يا سلام، لا نحلة ولا تقرصيني ولا عايز عسل منكم، اتكلوا على الله يا عم، ارجعوا لكوا. انتوا مش خلاص بلدكوا بقت احسن؟ قاعدين لنا هنا ليه؟ لك شوفوا بس نرجع ايش لا يصير فيكم. اللي حصل دوت جزء صغير من اللي بيحصل على الفيسبوك بقاله شهر شهرين كده، من البوستات اللي هدفها الوقيعة وزرع الفتنة بين الشعب المصري والسوري. في ناس تتبعت المنشورات دي لقت ان حسابات كتيرة من اللي بتنشر المنشورات اللي شبه كده حسابات وهمية ومش اشخاص حقيقيين. وكمان في صفحات، تعرف الفيسبوك دلوقتي الابديت الجديد بقى يعرفك الصفحة دي بتدار من ادمنز من اي بلد، لقوا ان الصفحات دي بتدار من ادمنز في تل ابيب. فاللي انا عايز اقوله ان البوستات دي اللي بينشرها نوع من الاتنين، ممكن يكون فعلا الموساد والصهاينه، وده دي مش نظريه المؤامره، هم هدفهم فعلا ان هم يوقعوا بين العرب والمسلمين وبعضهم. والجزء بقى التاني ناس من بني جلدتنا، ناس عايشين وسطنا بس هم فكرهم العلمانيه والماديه، بيبصين بس للجنيه وخد مش عارف ايه. على فكره اللي بيقول لك ان السوريين جم خدوا رزقنا ده شخص ما عندوش ذره ايمان بالله الرازق، لا يعلم عن اسم الله الرازق شيء. ربنا اللي بيرزق، وربنا كاتب لك رزقك من يوم ما انت اصلا كنت في بطن امك، فمفيش حد هياخد رزق حد. وده كمان شخص ما عندوش اي خلفيه عن اخلاق العرب، حتى عرب الجاهليه اللي هم قبل الاسلام، الكفار كفار قريش كان عندهم اكرام الضيف، وعندهم الايجار. لو حد استجار بواحد يقول لا ده في جواري ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم في خضم حربه مع قريش، المطعم بن عدي ما هو من كفار قريش، لما اجار النبي ما فيش حد من قريش قدر يلمس النبي عشان هو في جواره. فان شخص او انسان مسلم يجي لك عشان عنده مشكلة في بلده ويجي يستجير بيك، انت لا تجيره، انت حتى ما حصلتش اخلاق الكفار كفار قريش. طيب اخلاق الاسلام بقى، لو اي حد مسلم وعنده الافكار المتعفنه دي المفروض يراجع نفسه. الانصار لما هاجر اليهم المهاجرين هروبا وخوفا من بطش قريش، الانصار عملوا ايه؟ ده تقاسموا معاهم البيوت، وتقاسموا معاهم المال، وتقاسموا معاهم التجاره. يعني الصحابي من الانصار كان يقول للصحابي من المهاجرين اقتسم معك نصف بيتي، واقتسم معك نصف مالي، واقتسم معاك نصف تجارتي. يا عم ده لو هيجي الاخ السوري ولا الاخ السوداني ولا الاخ اليمني او اي شخص مسلم هيجي يتقاسم معايا لقمتي، انا ابقى فرحان بده. فيا جماعه ما تمشوش ورا المنشورات اللي هدفها انها توقع ما بيننا كمسلمين. انت كمسلم واجب عليك تضيف وتجير جارك اخوك المسلم لحد ما ظروف بلده تتحسن ويرجع ويفتكر لنا الخير، ونبقى يعني ايه، المسلم للمسلم كان بنيان يشد بعضه بعضا، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الادمنز بقى بتوع صفحات مع لطرد اللاجئين من مصر وشويه الاوباش دول، انا بشوفهم شبه شاس بن قيس. شاس دوت كان يهودي من يهود المدينة، بقى عنده مرض في قلبه بعد تآلف قلوب الأنصار مع المهاجرين، ودوت كان حاسس في نفسيته جدا ومش عارف يعمل ايه. ففي مرة الأنصار والمهاجرين قاعدين بيتسامروا، هو شاف المنظر ده زي نار كده قادت في قلبه، فقال يقعد وسطيهم ويحاول يثير الفتنة ما بينهم. فذكرهم بيوم بعاث دي كانت معركة كبيرة جدا كانت ما بين الأوس والخزرج قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قعد يقول الأوس فاكرين لما الخزرج ادوكوا علقة في يوم بعاث وعملوا فيكوا وسووا؟ فالخزرج يقولوا ايوه بس احنا ردينا عليهم وعملنا كذا. فيقول لهم انتوا فعلا عملتوا كذا كذا. فقعد الفريقين يحتدوا على بعض حتى قاموا وكادوا ان يقتتلوا بسبب فتنة شاذ دوت، الى ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بينهم وقال ابدعوى الجاهليه وانا بين اظهركم بعد اذ هداكم الله الى الاسلام واكرمكم به وقطع عنكم امر الجاهليه. اللي بيمارس اي عنصريه على اي مسلم سواء سوري او سوداني او يمني او اي حاجه ده بيعود لدعوى الجاهليه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده كمان النبي قال واستنقذكم به من الكفر والف بين قلوبكم ترجعون الى ما كنتم عليه كفارا. فأي واحد تلاقيه بينشر بوستات فتنة وتحريض على أي مسلم من أي بلد في بلدنا مصر، تعرف إن هو بالظبط ده شاذ بتاع القرن ال21.
فبلاش نهيس مع الهيصة وننشر البوستات المتخلفة دي، وخلينا نتخلق بأخلاق الإسلام. جزاكم الله خيرا.